بيبدأ الانمي في مدينة مليانة بالوحوش اللي بيدمروا اي حاجة يقابلوها وبيقتلوا كل البشر الموجودين، وبيوصل هارو للمكان وبنعرف ان هارو ده اعظم طارد للارواح الشريرة، وبيبدأ هارو يستخدم السحر بتاعه وبيقتل كل الوحوش الموجودة، لكن اهل القرية بيكونوا خايفين من قوة هارو اللي بتزيد كل يوم عن اللي قبله، فبيقرروا يقتلوه وبيبعتوا افضل طالبة عنده علشان تعمل كده، وقبل ما يموت بيستخدم تعويذة سحرية على نفسه بتنقله لعالم تاني، وبيتولد هارو من جديد لكن باسم مختلف وبيكون اسمه سيكا، وبنعرف انه اتولد في عيلة من اكبر العائلات المختصة في السحر، وكمان عنده اخين، الكبير اسمه روفت والصغير اسمه جراي، وبيجي الاب علشان يختبر القوة السحرية اللي عند سيكا، لكنه بيتصدم لما بيلاقي ان مفيش حجر من الاحجار نورت، وده معناه ان سيكا ما عندوش اي قوة سحرية، وبيفضل جراي يتريق عليه لانه اول شخص في العيلة يتولد من غير اي طاقة سحرية، على عكس اخوه روفت اللي بيبقى زعلان على سيكا جدا، وبيروح سيكا للجنينة وبيجمع اوراق شجر وبيستخدم السحر بتاعه عليها، والغريب ان اوراق الشجر دي بتتحول لحيوانات، وبنعرف ان سيكا عمل كده علشان يجمع معلومات عن العالم الجديد، وبيجي اخوه جراي يتنمر عليه، فسيكا بيستخدم السحر بتاعه وبيهاجم جراي بالغربان اللي هو صنعها، لكن روفت بيتدخل وبينقذه، وبيستغرب ان الغربان دي ما هاجمتش سيكا، وبيعدي الوقت وبيكبر سيكا وبيبقى عنده 7 سنين، وبنلاحظ ان هو متضايق لان اهله مش بيحتفلوا بعيد ميلاده زي ما بيعملوا مع باقي اخواته، وكل ده بسبب ان هو ما عندهوش اي طاقه سحريه، وبتيجي بنت اسمها ايفا وبتديله الجاكيت بتاعه وبتقول له انها لقيته في الغابه، فبيشكرها سيكا وبيفهم ان اخوه جراي هو اللي رماه في الغابه، وبيجي جراي وبيقول له ان هو هينضم لاكاديميه السحر، وبيعرفوا ان اكاديميه السحر دي اتخرج منها ابطال كتير، وبيتريق عليه لانه مش هيعرف ينضم للاكاديميه وهيدخل للجيش علشان ما عندوش اي طاقه سحريه، فبيتدخل الاب وبيقول لجراي ان هو هيكون المسؤول عن تدريبات السحر النهارده وبياخده وبيمشي، لكن سيكا بيوقفه وبيطلب منه ياخده معاهم علشان يتفرج على التدريبات بتاعتهم، فالاب بيوافق وفعلا بيروحوا المكان التدريب، وبيبدا كل واحد منهم يستخدم السحر بتاعه، وبنشوف روفت وهو بيستخدم سحر الرياح، وكمان جراي بيستخدم سحر النار، ولما بيخلصوا جراي بيتريق على سيكا وبيقول له يجرب اي تعويذه ممكن تنجح، فبيوافق سيكا وبيبدا يستخدم العصايه السحريه وبيدمج سحر الارض مع النار وبيخرج لهب ازرق، فبيتصدموا كلهم لان سيكا قادر يستخدم تعويذه من الدرجه العليا وجراي بيقول اكيد انا استخدمت سحر كتير في العصايه واتبقى منه شويه، فالاب بيقول له انه ده مستحيل، وبيعرفوا ان في اشخاص بيتولدوا من غير اي طاقه سحريه لكنهم بيقدروا يستخدموا السحر، ساعتها سيكا بيطلب من الاب يجيب حد يعلمه، فبيوافق الاب وبيعدي الوقت وبنشوف سيكا وهو بيتعلم عن السحر اكتر، وكمان بيراقب اخواته، وبالليل بيصنع اوراق سحريه اسمها شيكيجامي، وبنعرف انه بيستخدم اوراق الشيكيجامي دي في اي حاجه هو عايزها، وكمان بيقدر يستدعي بيها الوحوش، وبنعرف انه في الماضي هزم وحوش كتير وختمها، وبيجرب يستخدم واحد من الشيكيجامي وبينجح فعلا وبيستدعي بنت صغيره اسمها يوكي، لكن سيكا بيكون مستغرب لانها طفله وشكلها متغير، فيوكي بيتعرفوا ان ده اكيد بسبب العالم الجديد اللي هما فيه، ويوكي بتبدا تتكلم مع سيكا وبتقول له انها هتنفذ له اي حاجه هو عايزها، لكن سيكا بيقول لها ان هو كان بيجرب واحد من الشيكيجامي وهيرجعها تاني، وقبل ما يرجعها بتتحول لقطه وبتدخل في شعره وبتقول له انها تفضل معاه وهتعمل كل اللي يطلبه منها بس ما يختمهاش تاني، فسيكا بيوافق وبيعرفها على اسمه الجديد وبيطلب منها ما تقولش اسمه القديم قدام حد، وتاني يوم بنشوف جراي وهو بيزعق مع ايفا لانها كبت الميه على الارض، فسيكا بيشوفهم من بعيد وبيتدخل وبيحاول يهدي جراي اللي كان هيضربه، لكنه بيصد الضربه بتاعته، فجراي بيتعصب وبيسيبهم وبيمشي، فايفا بتشكره وبتطلب منه يساعدها في حاجه، وبيروحوا للجنينه وبتوري له حيوان تعبان ومرمي على الارض، فسيكا بيفهم منها ان هي عايزاه يعالجه، وفعلا سيكا بيستخدم واحد من الشيكيجامي وبيقدر ينقذه، وبيبدا سيكا يتكلم مع ايفا وبيقول لها ان هي مميزه لانها بتقدر تشوف الاياكشي، فبتستغرب ايفا لان هو كمان بيقدر يشوفها، وبتقول له ان الاياكشي هم اللي عرفوها مكان للجاكيت بتاعه، فبيتفاجئ سيكا لما بيعرف انها بتتحكم فيهم وبيطلب منها يكونوا صحاب، وطبعا ايفا بتوافق، وبيعدي الوقت وبيكبر سيكا وبيكون عنده 12 سنه، وبيجي جراي وبيقول له ان هو هيكون المسؤول عن تدريبات السيف بتاعته لانه هيدخل الجيش، وفجاه بيحسوا بوحش عملاق بيقرب من القصر، فبيخاف كل اللي موجودين وبيبداوا يهربوا، على عكس سيكا اللي بيقرر يروح يقتل الوحش ده، وفعلا بيقرب من الوحش وبيستخدم السحر بتاعه وبيقتله بضربه واحده بس، وطبعا كل اللي موجودين بيتصدموا من قوه سيكا وبيبداوا يحيوه، وكمان الاب بيوصل للمكان وبيشوفه، وبكده خطه سيكا تكون نجحت لان هو اللي استدعى الوحش ده من الاساس، وبالليل كلهم بيتجمعوا على العشاء، والاب بيشكر سيكا لانه انقذ القصر، وكمان بيقول له يطلب اي حاجه وهو هينفذها له، وفعلا سيكا بيبدا يتكلم معاه وبيقول له ان هو عايز ينضم للاكاديميه السحريه هو وايفا، فالاب بيقول له ان الاكاديميه مش هتقبل ايفا لانها ما بتقدرش تستخدم السحر، لكن سيكا بيقول له ان هو كان بيعلمها طول الفتره اللي فاتت، وبيطلب من ايفا توري له السحر اللي هي اتعلمته، فايفا بتبدا تستخدم السحر بتاعه وبتعمل تعويذه نار كبيره جدا بتصدم كل اللي موجودين من قوتها، ولما الاب بيشوف قوتها بيضطر يوافق عليها، وطبعا جراي بيكون متعصب لان سيكا هينضم للاكاديميه، وبيبدا جراي يتكلم مع ابوه بيقول له ان العيله بتاعتهم عمرها ما دخلت 2 منهم اكاديميه السحر، وانهم مش هيغيروا تقاليد العيله علشان خاطر سيكا، فالاب بيقول له ان تقاليد العيله ما بتتغيرش، وبيعرفه ان هو هيدخل
الجيش وان سيكا هو اللي هينضم لاكاديميه السحر. وطبعا جراي بيتجنن لان سيكا هو اللي هيدخل الاكاديميه، وعلشان يحسم الموضوع اللي بينهم بيتحداه في مبارزه للسيوف، وبيعرفوا ان اللي هيكسب في المبارزه دي هو اللي هينضم للاكاديميه. فبيوافق سيكا، والاب بيعرفهم ان المبارزه دي هتكون بالسيوف الخشبيه ومش هيستخدموا اي سحر، وبيعرفهم ان المبارزه هتكون بكره الصبح. وبعد شويه بنشوف سيكا وهو بيصنع شيكيجامي اكتر، ولما بيقف في الشباك بيشوف اخوه جراي وهو مستنيه في الجنينه وبيقول له ان المبارزه هتكون دلوقتي، وفعلا بينزل له وبيقول له هو ليه ما استناش لبكره. فجراي بيقول له انهم هيخلصوا للموضوع ده دلوقتي، والخسران هيروح يقول لابوه ان هو عايز ينضم للجيش. وفجاه بيستخدم عليه تعويذه النار لكنه بيتصدم لما بيتاثرش فيه، وكمان بيجرب كل السحر اللي عنده لكن مفيش اي فايده ومفيش حاجه بتاثر في سيكا. ساعتها سيكا بيطلع واحد من الشيكيجامي وبيثبت جراي مكانه، واول ما بيطبق الشيكيجامي جراي بيفضل يتألم وبيغمى عليه. وبتظهر يوكي وبتساله هو ليه ما استخدمش السحر بتاعه عليه، فسيكا بيعرفها ان هو مش هيظهر قوته كامله في العالم ده علشان ما يحصلوش نفس اللي حصل قبل كده. وتاني يوم بنشوف روفت اللي بيودع سيكا وايفا لانهم رايحين يقدموا في الاكاديميه. وفي مكان تاني بنشوف الاب وهو متضايق لان سيكا مش ابنه من الاساس، وبنعرف ان هو ابن اخوه الصغير اللي اختفى في مكان مليان بالشياطين. وبنعرف ان الاب كان مضطر يدخل جراي للجيش لان سيكا لو طلع شيطان هيأذي الناس. وبيوصل سيكا هو وايفا للاكاديميه، وبتيجي المعلمه كارين وبتقول لهم يحطوا ايديهم على البلوره السحريه، وبتعرفهم ان البلوره دي بتحدد هما بينجذبوا لايه من العناصر السحريه. وايفا بتحط ايديها على البلوره وبنعرف ان عندها انجذاب لعنصر النار والرياح. ولما سيكا بيجرب البلوره مش بتستجيب ليه، وبنعرف ان هو ما عندوش انجذاب لاي عناصر. فبيقول للمعلمه كارين تدخله واسطه. وفجاه بتيجي بنت اسمها امي وبتقرب من البلوره اللي بتنور ابيض، وبنعرف ان عندها انجذاب للعناصر السحريه الاربعه. وطبعا كل اللي موجودين بيتصدموا لان اللي بيستخدموا العناصر الاربعه قليلين جدا. ولما سيكا بيبص لها بيحس انها البنت اللي كانت هتقتله زمان. وبعد الاختبارات الورقيه ايفا بتكون متضايقه لانها غلطت في سؤال واحد. وبيجي الدور على اختبار القوه السحريه، والمعلم كوردل بيعرفهم ان الاهداف بتاعتهم هتكون على عدد العناصر اللي يقدروا يستخدموها. وبيبدا كل الطلاب الموجودين يستخدموا السحر بتاعهم، لكن سيكا بيبقى مستغرب لان اغلبهم عندهم انجذاب لعنصر واحد بس، لكنه بيتصدم لما بيشوف ايفا بتستخدم سحر النار وسحر الرياح، وده لانه فاكرها بتقدر تستخدم سحر النار بس. وطبعا بيبقى فرحان بيها جدا. وبيجي الدور عليه وبيستخدم سحر النار والارض والميه، لكنه ما بيرضاش يكمل. وطبعا كل اللي موجودين بيتصدموا لانه بيستخدم 3 عناصر. وبيخلص الاختبار وبتتكلم كريم مع كوردل وبتعرفه ان اميو دمرت كل اهدافها. فكوردل بيقول لها انها اكيد هي البنت اللي الاساطير اتكلمت عنها. وتاني يوم بتطلع نتائج الاختبارات، وايفا بتقول لسيكا ما يسيبهاش حتى لو سقطت في الاختبارات، وعشان هي بنت بتجيب درجات اعلى من سيكا اللي بينصدم منها. وبنعرف ان اميو جابت درجات اعلى منهم هما الاثنين. وبالليل بيروحوا للاكاديميه علشان يحضروا احتفال الطلاب الجديده. وفجاه سيكا بيحس بحاجه غريبه، فايفا بتقول له ان في اياكشي ظلام موجود هنا. ولما بيقربوا منهم بيلاقوا دايره سحريه، فسيكا بيسيب شويه شيكيجامي في المكان وبيمشوا. وبعدها بيدخلوا الاكاديميه، وبنعرف ان اميو هي اللي هتقول كلمه ترحيبيه للطلاب لانها طالعه الاولى. وفجاه بيظهر مجموعه من الوحوش وبيهجموا على المكان وبيدمروا كل حاجه، وكل اللي موجودين بيهاجموهم بالسحر بتاعهم. لكن سيكا بيلاحظ ان الوحوش دي بتدور على حاجه، وفجاه اميو بتتدخل وبتبدا تقتل فيهم واحد ورا التاني. وكمان سيكا بيلاحظ باستخدام الشيكيجامي بتاعه ان في واحد عند الدايره السحريه، وكمان بيقول لايفا تاخد بالها من نفسها لو حصل اي حاجه. وفعلا سيكا بيروح للوحش ده وبيلاحظ ان هو مش وحش عادي، وبيعرف ان هو واحد من الشياطين واسمه جاليوس. وبيبدا جاليوس يتكلم معاه وبيقول له ان هو لو ما هربش من المكان هيقتله. وطبعا سيكا ما بيهتمش لكلامه وبيبدا يستفزه، فبيتعصب جاليوس وبيستدعي 3 من الوحوش، وبيبداوا يهاجموا سيكا اللي بيقتل 2 منهم وبيختم الثالث. ساعتها جاليوس بيعرف ان ده مش مجرد طفل عادي. ولما سيكا بيساله عن السبب اللي بيخليه يهاجم الاكاديميه بيعرفه ان هو موجود هنا علشان البطل، وبيقول له ان في نبوءه ظهرت من 12 سنه وعمرها ما تكون غلط. ولما بيحكي له عن مواصفات البطل بيتاكد ان هي اميو، وبيستعد علشان يهاجم سيكا، وبيستدعي مجموعه من السيوف بتحميه من كل الشيكيجامي بتاعت سيكا. وكمان بيستخدم السيوف دي وبيهاجم سيكا، وفعلا بينجح ان هو يقطع دراعه، وبيقول له ان هو لو ما مشيش من المكان رقبته هي اللي هتتقطع. لكن سيكا ما بيتاثرش بكلامه وبيبدا يهرب من السيوف، وبنلاحظ ان هو بطيء جدا فجاليوس بيقطع رقبته. وقبل ما جاليوس يمشي من المكان بيسمع صوت سيكا وراه، وطبعا بيتصدم لان سيكا لسه عايش. فسيكا بيقول له ان هو استبدل جسمه بالشيكيجامي بتاعه. فجاليوس بيتعصب وبيرميه بخنجر، لكن الخنجر ده بيختفي اول ما بيلمس سيكا. وبيبدا سيكا يعرفه ان هو مستخدم تعويذه سحريه بتدمر اي حاجه بتقرب منه، وكمان بيهاجمه بسحر البرق لكنه مش بيأثر فيه وبيقتله تاني. وسيكا بيستخدم الشيكيجامي تاني وبينقل جسمه فيها، وكمان بيستدعي التنين القديم بتاعه، وبيبدا التنين يهاجم جاليوس وبيقدر ياكله. ولما سيكا بيجي يرجع التنين للختم بتاعه بيحاول يهرب، فبيضطر يستخدم كميه كبيره من الشيكيجامي علشان يختمه. فالتنين بيحاول يهاجمه، واول ما بيقرب من سيكا بيفتح بوابه الاختام وبيختمه. وبيرجع سيكا للاكاديميه وبيعرف ان اميو هي
اللي قتلت كل الوحوش لوحدها. ساعتها بيقرر يضمها للفريق بتاعه علشان تكون الاقوى وتغطي عليه، وبكده هيقدر يستفيد من كل الخطط بتاعته ومحدش هياخد باله من قوته. وتاني يوم لما بيحاول يتكلم معاها بتكرف له وبتمشي، فبيكمل طريقه هو وايفا وبيلاحظ ماده غريبه فوقيهم فبيهرب منها باستخدام الشيكيجامي. وفجاه بيظهر كوردل وبيعتذر لهم عن اللي حصل، فسيكا بيساله ايه هي الماده دي، فبيعرفوا انها دم وحوش بيستخدموا علشان يجرب تعويذه جديده. وبيدخلوا للفصل وكريم بتقول لكل اللي موجودين ان الاكاديميه هتكون مقفوله الاسبوع الجاي، وده بسبب احتفالات الذكرى السنويه للتاسيس. وبتطلب من امي وسيكا يروحوا للمعبد اللي في الغابه علشان يوصلوا قائمه الطلاب اللي انضموا للاكاديميه، وفعلا بيستلموا القائمه من كريم وبيروحوا علشان يوصلوها. وفجاه امي وبتحس بصداع غريب، وكمان سيكا بيلاحظ ان في دايره سحريه قريبه منهم، ولما بيقربوا منها بيكتشفوا ان هي فخ بتنزلهم لمغاره مليانه من الوحوش. فامي بتهجم عليهم وبتقدر تقتلهم بكل سهوله، وبيبداوا يتمشوا في المغاره وسيكا بينشر اعداد كبيره من الشيكيجامي. ولما يوكي بتساله عن السبب بيعرفها ان هو سايب شيكيجامي على شكل نحل بره، واول ما يحس بيهم هيعرف طريق الخروج من المغاره. وفجاه بتظهر مجموعه اقوى من الوحوش وامي وبتهاجمهم بكل قوه، لكن واحد منهم بيقدر يضربها وبيوقعها على الارض. فسيكا بيبدا يدافع عنها، واول ما بيعرف انها اغمى عليها بيستدعي وحش بيهزم كل اللي موجودين بسهوله. ولما امي بتفوق بتحس بصداع تاني، فسيكا بيعمل حاجز سحر بيمنع الصداع ده، وبيبدا يتكلم معاها وبيقول لها ان هي اكيد عندها لعنه. فبتستغرب وبتساله هو عارف منين، فبيقول لها ان الحاجز بيمنع دخول اللعنات. فامي بتقول له انها من اول ما دخلت الاكاديميه وهي بتحس بالصداع ده. فسيكا بياخد شعره منها وبيحطها على الشيكيجامي وبيقول لها ان هو نقل اللعنه فيه، وبيبداوا يتكلموا مع بعض. وامي بتقول له انها من اول ما اتولدت وهي بتحب تستخدم السيف وبتقتل الوحوش، وكمان شاركت في مغارات كتير وهي لسه طفله، وبسبب حبها في قتل الوحوش كل اللي حواليها بيقولوا عنها مجنونه. وبتقول له انها دخلت للاكاديميه لانها بتدور على القوه. وهي بتتكلم سيكا بيعرف ان في واحد من الشيكيجامي استجاب وعرف طريق الخروج، لكن سيكا بيقرر انه ما يخرجش دلوقتي. وبيكمل المغاره هو وامي وبيبداوا يقتلوا كل الوحوش الموجوده، وكمان بيوصلوا للزعيم. لكن امي بتبقى خايفه تدخل، فسيكا بيطمنها وبيهجموا على الوحش بسرعه. ولما الوحش بيقع على الارض امي بتخلص عليه بالضربه الاخيره. وبعد كده بيخرجوا من المغاره وبيروحوا للمعبد، وسيكا بيبدا يحكي لكل اللي موجودين قد ايه امي قويه وهزمت زعيم المغاره بكل سهوله. والغريب ان هو ما بيتكلمش عن نفسه. وبالليل سيكا بيروح لاوضه كوردل وبيقول له ان امي كويسه واللعنه ما عملتلهاش حاجه. فبيستغرب كوردل وبيساله هو عارف حقيقته ازاي. فبيقول له ان دم الوحوش اللي حاول يوقعوا عليه قبل كده اخد منه عينه وحلله، وطبعا عارف ان كوردل هو اللي كان حاطط اللعنه في الدم ده. ولما قتل جاليوس ورجع للاكاديميه لقى الدم مغطي امي كلها. فبيتصدم كوردل من ذكائه وبيكشف عن نفسه وبيعرفه ان هو واحد من العملاء بتوع الشياطين. وقبل ما يستخدم السحر ويهاجمه سيكا بيظهر الوحش اللي كان ختمه قبل كده وبيستخدم الدم بتاعه وبينقل اللعنه لنفسه. وطبعا كوردل بيكون مصدوم لان مفيش انسان عاقل ممكن يعمل كده، وبيعرف سيكا ان اللعنه دي ممكن تموته. لكن سيكا مش بيهتم لكلامه وبيبدا يستخدم قوته وبينقل اللعنه لكوردل، وبيبدا كوردل يخرج دم من كل جسمه وبيموت. وتاني يوم بيقابل ايفا وبيديها خاتم كان لقاه في المغاره، وبيعرفها ان الخاتم ده بيجمع الاياكشي حواليها. فبتشكره ايفا جدا وبتقول له انها هتحافظ على الهديه دي. وكمان امي بتيجي تتعرف على ايفا وبياخدوا على بعض بسرعه. وبيعدي الوقت وبينجحوا كلهم في الاكاديميه وبيوصلوا لسنه تانية. لكن سيكا بيكون مستغرب لان طول الفتره دي مفيش اي شياطين او وحوش ظهرت. وبنعرف ان سيكا استخدم كميات كبيره من الشيكيجامي ونشرها في الاكاديميه كلها. وفجاه بيجي نائب المدير وبيقول له ان المدير مستنيه هو وايفا في المكتب بتاعه. وبيدخلوا المكتب المدير اللي بيتفاجئوا لما بيلاقوا انها واحده من الاقزام في الاخر. فسيكا بيستغرب وبيقول لها ان هو ما كانش يعرف ان مديره اكبر اكاديميه للسحر نص بشريه. وهنا مش بيكون قصده على الطول لانها فعلا نص بشريه ونص شيطانه. فبتقول له ان تصرفاته شكل عمه. وسيكا بيستغرب لانه اول مره يعرف ان عنده عم. فالمديره بتتوه عن الموضوع وبتبدا تتكلم معاه وبتقول له ان في بطوله تتعمل في العاصمه، والاكاديميه قدرت تحجز مكانين في البطوله دي، وانها عايزاه يشارك هو وبنت تانية من الاكاديميه ويكسبوا البطوله علشان الاكاديميه تتشهر اكتر. وبتدخل بنت غريبه الاطوار وبتقول لهم ان اسمها ميبل كرين. وبعد شويه سيكا بيحكوا كل اللي حصل لاميو اللي بتتضايق لما بتعرف ان المديره اختارت بنت في سنه اولى وما اختارتهاش هي. فسيكا بيحاول يهديها وبيقول لها ان البنت دي اكيد وراها حاجه علشان يختاروها. وبيبداوا يتكلموا عن البطوله وبنعرف انهم اول مره يسمحوا باستخدام السحر فيها، وان القتل بقى مسموح في البطوله دي عادي. وبنعرف ان الجائزه هتكون كميه كبيره من الفلوس، واللي هيكسب البطوله هينضم للحرس الملكي. وتاني يوم اميو بتفضل تتريق على ميبل لانهم اكيد هيساعدوها في البطوله دي لانها واحده من النبلاء. وبتقول لسيكا انهم اكيد هيكسبوها البطوله علشان لما تكبر تكون فخوره بنفسها. وفجاه البنت بتظهر وبتتريق على اميو لانها ضعيفه وعلشان كده ما خلوهاش تشارك في البطوله. اميو بتتعصب وبتتحداها في مبارزه سيوف، وبتبدا اميو تهاجمها بكل قوتها لكن قوتهم تقريبا بتكون متساويه.
شويه، لكن ميبل بتستخدم السحر في سيفها وبتقدر تهزمها، وكمان بتقول لها غريب ان البطله الجديده ضعيفه للدرجه دي. فسيكا بيتاكد ان البنت دي وراها حاجه فعلا. وبيعدي الوقت وبيجي وقت المسابقه وبنشوف اميو وايفا وهم رايحين مع سيكا، وكمان ميبل بتكون راكبه نفس العربيه لكنها ما بتتكلمش معاهم. وبنشوف سيكا وهو مستغرب لان اميو جت معاهم للبطوله، ولما بيسالها عن الموضوع ده بتقول له انها عايزه تلف في العاصمه شويه، لكنه بيكون متاكد انها جت معاهم علشان تعرف قوه ميبل الحقيقيه. فميبل بتقول لهم بلاش يتصرفوا زي الاطفال. فسيكا واميو بيقولوا لها انهم قدها. وبنعرف ان ايفا اكبر منهم بسنه. وبنشوف سيكا وهو تعبان لانه عنده فوبيا من ركوب العربيات، لانه في حياته القديمه كان بيركب تنانين بس. وبيوصلوا كلهم للحلبه وبيلاحظوا ان ميبل اختفت في ثواني. وبنشوف سيكا وهو تعبان لكنه بيقرر يروح للحلبه علشان يعرف اسامي المشتركين، وفعلا بيروحوا عند لوحه المشتركين في البطوله، لكنهم بيتفاجئوا كلهم لما بيعرفوا ان سيكا هيقابل ميبل في نص النهائي لو كسب كل الجولات. وبعدها اميو وايفا بيسيبوه وبيمشوا، فبيستخدم مجموعه من الشيكيجامي علشان يراقب المكان. ويوم البطوله بنشوف الحكم وهي بتشرح لكل اللي موجودين القواعد، وبتقول ان كل واحد في البطوله دي معاه سلسله، والسلسله دي بتحسب الضرر وبتوصل لحد معين وبتتكسر، واللي بتنكسر منه السلسله بيخسر الجوله. وبتبدا الجوله الاولى وبتكون بين سيكا وواحد من سيافين المرتزقه اسمه دينيس. وبنعرف ان دينيس اهله استغنوا عنه بسبب جرائم القتل اللي كان بيعملها. وبتبدا الجوله وبيهجم على سيكا اللي بيبدل جسمه بواحد من الشيكيجامي بسرعه، وكمان بيستخدم سحر الدفع بتاعه وبيخرجه بره الحلبه. وبسبب قوه هجمه سيكا السلسله بتتكسر، وكل اللي موجودين بيكونوا مصدومين من قوه سيكا اللي خلص الجوله في اقل من دقيقه. وبيخرج من الحلبه وهو ماشي يوكو بتظهر وبتقول له هو عايز يكسب كام جوله في البطوله دي، لكن سيكا بيقول لها ان هو مش عارف لحد دلوقتي. فيوكو بيتعرفوا ان هو مش لازم يكسب البطوله دي علشان محدش يستغل قوته، وكمان بتطلب منه يقلل استخدام الشيكيجامي لانه بيستخدمه بكميات كبيره الفتره اللي فاتت. فسيكا بيسمع كلامها وبيروح للمدرج وبيقعد جنب اميو وايفا. وبتبدا الجوله الثانيه وبنشوف واحد من اقوى السحرة في العاصمه اسمه بيلم، وبنعرف ان اللي ضده واحد من التجار محدش يعرف عن قوته حاجه واسمه كايل. واول ما بتبدا الجوله بيلم مش بيعرف يتحرك من مكانه وبيكون خايف جدا، وكمان كايل بيقرب منه وبيقتله من غير اي رحمه. وطبعا كل اللي موجودين بيكونوا مصدومين لانه ما استخدمش اي سحر عليه. فسيكا بيستخدم الشيكيجامي وبيراقبه وبيعرف ان هو واحد من اللي بيستخدموا عين الشر، وعين الشر دي بتنقل اللعنات لاي شخص بيبص لها. وتاني يوم سيكا بيوصل لربع النهائي واللي ضده بتكون واحده من المتحكمين في الدمى السحريه، وبيكون معاها وحش صخري مضاد للسحر. وبيبدا الوحش ده يقرب من سيكا اللي بيستدعي واحد من الوحوش السحريه بيقطعه في ثواني وبيختفي. ومن سرعه الوحش ده محدش بيعرف ان سيكا استدعاه من الاساس، وطبعا بيكونوا فاكرين سيكا استخدم السحر بتاعه. وبعد ما بتخلص الجوله سيكا بيكون مطمن لان محدش لاحظ حاجه، وبنعرف ان سحر الاستدعاء ممنوع في البطوله. وبيروح لايفا واميو اللي بتقول له هيعمل ايه لو كسب البطوله دي، فبيقول لها ان هو اكيد مش هينضم للحرس الملكي لان دي شغلانه ممله. وبنشوف ميبل بعد ما وصلت لربع النهائي وهزمت الشخص اللي قدامها بضربه واحده، لكن خصمها المره دي بيكون اقوى من اللي قبله بمراحل لانه مستخدم لسحر الارض. وبيبدا يهاجمها لكنها بتصد كل ضرباته بالسيف بتاعها، وكمان بتكسر كل الجدران اللي بيعملها بخناجر. فبيخاف الساحر من قوتها وبيقرر يستسلم. والغريب ان الحكم بتقول ان دي القوه المتوقعه من البطله. وبنشوف سيكا اللي افكاره بدات تتلخبط وما بقاش فاهم حاجه. وبالليل سيكا بيسمع واحد وهو بيتكلم مع مخبر وبيروح عنده وبيساله عن الاخبار اللي قالها له، فالشخص مش بيهتم بيه وبيديله ظهره وبيقرر يقتله، لكن سيكا بيستخدم سحر الخشب وبيقدر يمسكه. وبيفضل يسال الشخص ده عن اي معلومات هو عايزها، لكن الشخص ده ما بيرضاش يجاوب عليه. وساعتها سيكا بيبدا يستدعي وحش شكله غريب جدا، وبنعرف ان الوحش ده اسمه ساتوري، وبيعيد الاسئله على الشخص اللي قدامه تاني. والغريب ان ساتوري بيبدا يقول كل الكلام اللي في دماغ الشخص ده. وبنعرف ان ساتوري واحد من وحوش اللي بتقرا الافكار، وبيقول لسيكا على كل حاجه. وبيعرف ان في منطقه متجمع فيها عدد كبير من الشياطين قريب من حدود العاصمه. ولما بيسالوا ايه هي قصه البطله اللي بيتكلموا عنها، فبيعرفوا ان البطله دي اسمها ميبل كرين، وبنعرف انها اتولدت في نفس سنه النبوءه وفيها نفس المواصفات اللي اتذكرت. وبعد ما ساتورو بيخلص بياكل الشخص ده، وكمان بيبدا يقرا افكار سيكا اللي بيقول له لو عمل كده تاني هيقتله. وطبعا ساتورو بيخاف منه وبيدخل للختم بتاعه بسرعه. وبيبدا سيكا يتكلم مع يوكو وبيعرفوا هما الاثنين ان مفيش حد عرف موضوع اميو غير الاثنين اللي اتقتلوا. وبيفهموا ان الاكاديميه باعتين ميبل للبطوله دي علشان هي شبه اميو وهتلفت الانتباه ليها، وبكده الوحوش هتبعد عنها. وتاني يوم بيوصل سيكا هو وميبل لنص النهائي، وبتيجي ميبل وبتقول له ينسحب من البطوله علشان لو قابلته هتقتله. وطبعا سيكا بيرفض وبيقول لها انها مش هتقدر تعمل كده، فبتسيبه وبتمشي. وبيبدا نص النهائي الاول وبيكون بين كايل وواحد من مستخدمين سحر العناصر الاربعه اللي بيستخدم سحر على نفسه علشان يمنع لعنات عين الشر، لكن كايل مش بيبقى فارق معاه اي حاجه وبيستخدم السحر بتاعه وبيدمر كل الوحوش اللي هو صنعها، وكمان بيقدر يثبته مكانه وبيروح علشان يقتله. لكن قبل ما يعمل كده الجوله بتخلص وبيكسب. وبالليل سيكا بيشوف ميبل باستخدام الشيكيجامي بتاعه وبيقدر يتفادى الهجوم بتاعها، وطبعا بيكون مستغرب لانها بتهاجمه في وقت زي ده. ولما بيجي يهاجمها بتهرب من
من المكان بسرعة وبتختفي. يا ترى ايه هي حكاية ميبل وليه بتتعامل مع سيكا بالطريقة دي؟ وتفتكر مين هو ابو سيكا الحقيقي؟ وهل ليه علاقة بكل الشياطين اللي بتظهر دي ولا لا؟ كل ده هنعرفه في الجزء الجاي. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشوف بقى الملخص وتشوف ملخصات تانية كتير. وبس كده.